نص طقم الصيني ده زيه زي طقم الاركوبال بالظبط، بيكون 56 قطعه. يا اما هجيب طقم شاي وجاتو، يا اما هجيب طقم الشاي لوحده والجاتو لوحده. كمان ما تنسيش طبق الفاكهه والشياله والبونبونيره يكونوا لايقين على الحاجات دي كلها. ما تجيبيش حاجات جولد وحاجات سيلفر وحاجات روز جولد وحاجات هتيجي تحطها في النيش كلها مع بعضها، هيبقى فيه لخبطه. تتباع فرداني برده في العتبه والموسكي والحتت دي كلها. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى الفيديو اللي اتطلب مني برده كتير جدا، وهو الفيديو اجيب ايه للنيش وللبوفيه. مبدئيا الفيديو دوت للناس اللي هي عندها مقدره ان هي تملى النيش او تملى البوفيه، لان اللي هيجيب نيش وبوفيه فطبيعي هيجيب حاجات كتير عشان يملاها. اول حاجه هتجيبي الطقم الصيني كامل، وحته كامل دي حطي عليها مليون خط. نص طقم الصيني ده زيه زي طقم الاركوبال بالظبط، بيكون 56 قطعه، يعني بيكون فيه 6 اطباق من المقاسات الاساسيه. وطبعا دي حاجه ما بتنفعش جدا لو جايلك عزومات او جايلك اي ضيوف، مش عشان هو طقم اركوبال، لا خالص، عشان خاطر انت محتاجه اطباق تكون 12 من المقاسات الاساسيه. طيب انا معيش يا هبه ان انا اجيب طقم صيني كامل، هاتي فرداني، انزلي العتبه، انزلي درب سعاده، هاتي حاجات اللي هي فرداني، هاتي طقم فيه عيب مش اللي هو فيه مشكله في الطقم نفسه، بيكون فيه قطعه ناقصه او قطعه مكسوره بيبيعوه بسعر ارخص، بس هاتي 12 طبق من المقاسات الاساسيه اللي هعرضها لك على الشاشه دي. حرفيا هتدعي لي لما تجيبي كده، او تجيبي مكانهم فرداني او تجيبي مكانهم طقمين مثلا اركوبال شكل بعض، المهم يبقى عندك 12. هتجيبي طقم شاي، طقم الشاي ممكن يبقى طقم شاي وجاتو، وده بيبقى كبير جدا وسعره غالي، وممكن تجيبي طقم الشاي لوحده وتجيبي طقم الجاتو لوحده، وده بيكون سعره اقل وبيكون كمان في تنوع في الاشكال. طقم قهوه، وطقم قهوه اختاريه فناجيل عمليه تنفع تستخدميها، مش بس شكل، تكون شكلها شيك وحلو. قبل ما اكمل لك بقيه النقط، في نقطه مهمه جدا، وهو انا هختار الستايل بتاع النيش بتاعي ازاي. يعني مثلا انا عامله النيش بتاعي كله سيلفر، كان وقتها الموضه السيلفر، فكل اللي انا جبته سيلفر، طقم الشاي، طقم القهوه، طقم الصيني، كله. دلوقتي مثلا الموضه الجولد، وفي حاجات نازله موضه يبقى الكلاسيك، اللي هو يعني حرفيا الكاسات ما فيهاش اي رسمه، والصيني ما فيهوش اي رسمه، كل حاجه ساده ساده خالص. في ناس بتحب ده، في ناس بتحب الجولد، وفي ناس بتحب السيلفر. ايا كان حطي لاين كده وجيبي كل حاجتك بنفس الستايل، ما تجيبيش حاجات جولد وحاجات سيلفر وحاجات روز جولد وحاجات هتيجي تحطها في النيش كلها مع بعضها، هيبقى فيه لخبطه وفي تشتت في العين، مش هيبقى الطف حاجه. هتجيبي طقم خشاف، طبعا احنا ما بنستخدمهوش خشاف، هو بوله كبيره ومعاها 6 بولات صغيرين هنستخدمهم لاي وكل حاجه، حتى السلطه، الرز بلبن هيستخدموا يا جماعه. ما تحطيش حاجه في النيش او بوفيه وما تستعمليهاش. هتجيبي طقمين شوبات ساده سيمبل ما فيهمش اي حاجه، وهتجيبي طقم شوب ملون، بس اهم حاجه الملون ما يكونش اللي بيقشر. هتجيبي طقم شربات، ده حرفيا الكاروره بتاعته مش بتستعمل، وهو كله على بعضه مش بيستخدم. ففي حل تاني، في دلوقتي كاروره بتتباع لوحدها وبيكون سعرها مش غالي قوي، انت مش هتجيبيها بقى ماركه او براند عالي، هاتيها ماركه تكون معقوله، بتتباع فرداني برده في العتبه والموسكي والحتت دي كلها، بتبقى كاروره بتتباع لوحدها. ممكن تجيبي الكاروره دي بس، وتجيبي 6 كاسات ساده تنسقيهم معاها، بتبقى سيمبل وفي نفس الوقت ما تكلفكيش الطقم، حطيتي حاجه شيك في النيش بتاعك. ممكن بقى نستغنى عن طقم الشربات ونجيب الطقم اللي هعرضهولك على الشاشه، اللي هو بيكون عباره عن 18 ل 20 قطعه، بيكون فيه 6 شوب، 6 كوبايات اللي هي العصير، وبيكون معاه الكاروره، وساعات مش بيكون معاه الكاروره، بس الطقم ده ستايل وشيك، وبدل طقم الشربات تحفه، بالاخص البوهيمي بتاعه تحفه تحفه تحفه. هنجيب بقى كام حاجه كريستال ديكور، يعني عارفين الشمعدان اللي هو الكريستال اللي هو بيكون ستايله هادي جدا وبسيط، ممكن تجيبي 2 كده تحطيهم في النيش هيدوا معاكي شكل حلو جدا. ممكن تجيبي برده فازه كريستال صغيره كده تحطيها في جنب من النيش، اهم حاجه يكون فيه ديكورات حلوه ولطيفه في وسط الحاجات اللي احنا بنستعملها. هتجيبي 6 اطقم كاسات متنوعه، هتجيبي الكاس الطويل والقصير والتخين والرفيع وبتاع الايس كريم وبتاع فروت سالاد وي كله بقى نوعي. اهم حاجه زي ما قلت لك يكونوا كلهم في نفس الستايل. صواني التقديم، وهي الصواني اللي غالبا بتكون من الستانلس ستيل او الفضه، او يعني حسب امكانياتك، دي بتكون صواني شكلها شيك بنقدم عليها الكاسات. في برده صواني اللي هي الستانلس المرايه اللي نازله دي تحفه. ما تنسيش كمان شنطه المعالق او البديل بتاعها. ايه البديل بتاعها يا هبه؟ وهو 12 من كل المقاسات الاساسيه بتاعه المعالق، زي المعلقه الكبيره، الشوكه الكبيره، السكينه الكبيره، الشوكه الصغيره والمعلقه الصغيره، ودول اهم حاجه ان انت تجيبي منهم 12. ممكن تجيبيهم فرداني
ممكن تجيبي استندين، الاستند بيكون عليه ستات، في ستاند نازل جديد من ماركات كتير بيكون عليه 12. المهم تكون عندك 12، مش مهم الشنطه خالص يا جماعه، احنا بعد كده هنأجر الشنطه زي ما بنأجر الفستان وكده. لو عندك بوفيه هتضطري تجيبي طقم اركوبال غير اللي في المطبخ، ممكن يبقى عندك في المطبخ اركوبال او ميلامين، المهم هتحتاجي طقم غير اللي في المطبخيه، لان البوفيه هنحط فيه ايه هيبقى فاضي، فهنضطر ان احنا نجيب طقم تاني يكون اطباق بقى. شوفي هتجيبيه اركوبال، هتجيبيه اركوبايركس، بورسلين، اللي انت حابه. كمان ما تنسيش طبق الفاكهه والشياله والبونبونيره يكونوا لايقين على الحاجات دي كلها. انت مش تحطيهم جوه النيش، لكن هم اصلا بيكون مكانهم على البوفيه او على السفره، فلازم يبقوا واخدين من الستايل كله مع بعض. من الحاجات اللي بتفرق قوي برده هي الكاسات الكابل، ودي بتبقى حلوه جدا في المناسبات، لو في عيد جواز ليكي او اي مناسبه بتطلعيها تستخدميها انت وزوجك، بتبقى تحفه. اللي انا قلته ده هيكلفك كتير جدا، ده في حاله ان انت عامله نيش وبوفيه. في حاله ان انت عامله نيش بس ممكن تستكفي بس 3 اطقم كاسات، ممكن تحطي طقم او طقمين بس شوبات، هو طقم الصيني بيكون كفايه. ممكن تجيبي معاهم طقم شاي او طقم قهوه، حتى لو مش غالي ممكن تجيبيه فرداني. ممكن تحاولي تقللي التكاليف على قد ما تقدري وبس كده. وخلينا عارفين ان النيش والبوفيه هو مكان وحده تخزين، مش مكان لعرض الاشياء زي ما تكون محطوطه في معرض. لا، احنا بنستعمل الحاجات اللي فيه وبنجيب الحاجه اللي ينفع ان احنا نستخدمها، لان دي وحده خارج المطبخ بنحفظ فيها الحاجه اللي بنستخدمها على فترات بعيده مش بشكل يومي. مش معنى كده ان انت تقفليه وما تفتحيهوش، ولا معنى كده ان انت تستعمليه زياده عن اللزوم في كل يوم، لا طبعا. لو عايزه الحاجه دي كلها مكتوبه في قائمه اكتبي لي في الكومنتات وهبعتها لك طبعا على طول. ما تنسيش طبعا لايك ومنشن، وبصي ظبطي لي الفيديو ده، كل الفيديوهات اللي طلبتوها انا عملتها لكم، يبقى انتوا كمان اللي اطلبوا منكم تعملوه وانتم مغمضين. اللي كمل الفيديو لحد هنا اكيد هو ده اللي انا عايزه اقوله الكلام ده. انا عايزه اشكر جدا 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 البنات اللي بتتابعني وبتكتب لي كلام حلو جدا في الكومنتات، وبتكتب لي كمان كلام حلو في البرايفت. انا بجد بيبقى صعب ارد على كل الناس، بس حرفيا كل كلمه كويسه انت بتكتبيها انا بشوفها، حتى لو ما ردتش عليها ممكن تجيلي في اشعار فانا اخد بالي منها. فبجد كلامكم حلو جدا، مشجع، لطيف. اكيد اللي كمل الفيديو لحد هنا هو ده اللي انا بقول له الكلام ده، مش عشان كمل الفيديو، عشان معنى ان هو كمل الفيديو معنى ان هو بيتابعني وان هو بيحبني وان هو بيكتب لي كومنتات حلوه في كل الفيديوهات. فانا بجد بجد بشكركم جدا. وعلى فكره عارفاكم كده بالاسم وبالشكل من الصور بتاعت البروفايل، بس ما تغيروش الصور والنبي عشان بجد بتوه. يلا باي.